في ناس لمّا بيدخلوا أي مكان تحس إن هُم بياكلوا الجو كله، صوتهم عالي، قراراتهم سريعة، ورأيهم لازم يمشي. أنت بتفتكر ساعات إن أنت تقول للشخص ده قادر، ده إيه ده جبروت، لكن في الحقيقة بتكتشف إن هو أصلًا شخصية مسيطرة، بيحاول إن هو رأيه هو اللي يمشي وبس. النهارده هنتكلم عن الشخصية المسيطرة وإزاي تكتشفها وصفاتها، وكمان إزاي تتعامل معاها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت عشان تستفادوا بالفيديوهات الجاية، ويلا بينا على بقية الفيديو. يعني ايه بقى شخصية مسيطرة؟ هي بتحب تكون صاحبة القرار في اي موقف، حتى لو الموقف ده مش يخصها، وشايفة ان رأيها هو الصح، واي اختلاف فيه بيعتبر تحدي، ان انا لازما اكون القرار الاول والاخير، محدش يتدخل في القرار ده، وان هي شايفه نفسها ان اقوى من اي حد، فلازما كلامها هو اللي يمشي. ازاي بقى تكتشف الشخصيه المسيطره؟ هو شخص حشري كده، زي الناس اللي بتلاقيها احيانا حشريه في حياتنا كده، بيحب يتدخل في اللي ملوش فيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، بيحب يكون القائد في كل المواقف عشان رايه هو اللي يمشي. تالت حاجة، ما بيحبش حد ينتقده، أنا صح، مفيش حد يجي يكسر كلمتي. رابع حاجة، دايما هو رأيه هو الصح حتى لو غلط، بس هيمشي غصب عن عين أي حد، لأن هو شخصية مسيطرة ولا إيه؟ ايه بقى صفات الشخصية المسيطرة؟ اول حاجة، عنده ثقة بنفسه لدرجة الغرور، محدش قدي. تاني حاجة، صعوبة في تقبل الرفض او الهزيمة، ما بيحبش حد يبقى كسب عليه. تالت حاجة، بيحاول ان هو يقلل من قيمة الاخرين، انا التوب وانتوا في الاخر بتسمعوا ايه؟ كلامي ورأيي. رابع حاجة، بيتحول مع النقاش لإيه؟ معركة، مين اللي هيكسب، رأيي ولا رأيك، بس في الآخر أنا اللي هكسب. إزاي بقى تتعامل مع الشخصية المسيطرة دي؟ أول حاجة الهدوء، ما تخشش معاه في أي صراع، خلي نفسك كده هادية. تاني حاجة، حط حدود واضحة، قول كلمة لأ بس بطريقة ذكية، مش تيجي تقوله لأ لأ في وشك، أنا بقولها لك أهو. تالت حاجة، حاول ان انت تستخدم اسلوب المناقشة، بدل ما انت تقوله انت غلط، دي غلط، دي بتعصبه. رابع حاجة، اختار راحتك، وما تخشش في اي جدال ممكن يأذي او يأثر على نفسيتك. رقم 5 وأخيرا، إن الشخصية المسيطرة دي أو إن هي سيطرت عليك دي مش ضعف منك، بس قوتك فعلا إنك أنت تحافظ على هدوءك وتحافظ على نفسك. نفسي ثم نفسي، محدش يقدر يأذيني. واخيرا، ان الشخصيه المسيطره دي هي بس مش بتحاول ان هي تسرق منك حريتك، او ان هي تكون تأثر على حياتك، بس انت تقدر ان انت تعالج كل ده من خلال ان انت الاساس، انت اللي قادر تقول قرارك، انت اللي عايز طريق تمشي فيه بتمشي فيه. فان انت تبقى مثلا مهاوده او ان انت معاه، ده مش ضعف منك، بس قوتك الحقيقية في ان انت تتكلم معاه بطريقة ذكية، وفي الاخر وفي الاول تكتشف راحتك فين وتبقى في المكان ده. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، واشوفكم على خير، وباي باي.